السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا دلوقتي طالعة عشان اكل الارانب. فالارنبة دي ما لقيتهاش في مكانها. انا نسيت الشنكة المفتوح. ودي البطارية الجديدة اللي انا عاملاها لهم. طبعا هنزل لكم طريقة العمايل. ودول ولادها، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طب هي فين الارنبة؟ بصوا اهي، عامله لنا مفاجأة. مش عارفة بقى هعرف امسكها بسهولة ولا هتدوخني. اسد عليها عشان ما تنطش مني. بصوا بصوا بس الدنيا ده طلع مش مسدود. طلعت بعد ما سديت عليها طلعت برضه. فيني أرنوبة. لا انا مش حمل ان انا اجري وراك. طبعا لسه ما نضفتش كويس. دخلت في مكان مزنوق. ومسكتها هدخلها بقى لعيالها عشان ترضعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو انا بغطى الحديث. طبعا انا سبتها رضعتهم. ايوه عشان ما تمشيش تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. رضع. بسم الله ما شاء الله. اهو بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الرضاعة الحبيسة احسن حاجة بصراحة. انا جربت ان انا اسيبهم كده مع امهاتهم عادي، والرضاعة الطبيعية والرضاعة الحبيسة. لقيت ان الرضاعة الحبيسة هي بسم الله ما شاء الله احسن حاجة. هي اللي بتحافظ على الخلفة، وهي اللي بتخلي لك الحاجة كويسة. طبعا ازاي بترضعي حبيس؟ والله انت اول ما الارنبة بتولد بتقفلي على الخلفة. يعني بعد ما بتولد وبتنظف نفسها وكده وبتنظف الخلفة، انت بتقفلي على الخلفة في الولادة. يعني بتقفلي اهو شايفين اهو. بصوا الشنكل اهو بيقفل وبيفتح اهو. بس انا قافله عليها اهو مقفوله. وحطيت ده كمان القالب ده عشان اول ما قفلت عليها في ارنب طلع هنا سقط من الباب هنا. فجيت حطيت انا القالب ده عشان ما فيش حاجه تطلع بره. حافظت عليهم بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اول مره احافظ على خلفه كده بسم الله ما شاء الله. يعني اللي نصح بالرضاعه الحبيسه فعلا كويسه جدا. انا بصراحه اول ما بدات التربيه كنت سمعت عن الرضاعه الحبيسه، وبعدين سالت الدكتور البيطري اللي انا بتابع معاه. قال لي لا، رضاعه حبيسه ايه والحاجه تموت منك ومش عارفه ايه. فانا طبعا خفت ارضع حبيس. فلما مشيت برضاعة طبيعية، ما فيش حاجة اتفلحت صراحة عندي. ما فيش حاجة نفعت خالص عندي. فلما جربت الرضاعة الحبيسة بسم الله ما شاء الله، اديكوا شايفين اهو بسم الله ما شاء الله. دي اول حالة رضاعة حبيسة عندي، اول مرة اعملها، والحمد لله الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. وربنا يتمم لهم على خير ان شاء الله، ولحد ما يطلعوا من المكان.
طبعا بترضعي ازاي حبيس؟ بترضعي ممكن كل 12 ساعة، ممكن كل 24 ساعة مرة، على حسب ما انت بتظبطي نفسك. ان شاء الله انا برضع مرتين في اليوم مش مرة واحدة. انا قلت لما عشان هو عدد خلفة كبير، عشان كان في عندي ارنبة تانية جالها التهاب في الضلع وما نفعتش ترضع عيالها عشان بعالجها. كانت دي والدة 6 ودي والدة 6، فجمعتهم ال 12 مع بعض، ودي ما شاء الله هي اللي بترضعهم. فانا برضع مرتين في اليوم. الحمد لله، بسم الله ما شاء الله عليهم، هاديكوا شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله، وربنا يبارك ان شاء الله. وانصحكم برضاع الحبيس، ودمتم سالمين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.